يكون في نيه للتصالح؟ هل ممكن يكون في نيه للتصالح؟ احنا دلوقتي مكملين اجراءاتنا بالقانون. احنا النهارده قدام المحكمه مفيش اي كلام عن صلح دلوقتي. حتى الان مفيش اي كلام عن مفيش اي كلام عن الصلح. احنا كان عندنا النيه واحنا المجني علينا وتنازلنا وابدينا ان احنا خلاص ممكن نتصالح ويتم رد اعتبارنا وناخد حقنا المعنوي، وللاسف الشديد الطرف الثاني تعالى وتكبر وكانه لم يفعل شيء. طب يعني الطرف الثاني ما عندهاش اي نيه في التصالح. هو هي تذكير الناس الواقع يعني خلاص، يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير قوي، يعني كتير قوي. في ناس لسه ما تعرفش توضيح. ما اعتقدش ان هو طبعا احنا كنا ساعتها كان دخل باسلوب استعراض القوه وطريقه. كان معاه مجموعه تقريبا من 10 15 فرد، ودخلوا المول بطريقه لا تليق خالص بكابتن منتخب مصر والنادي الاهلي كابتن امام عاشور. دخل وبدانا ان احنا نتكلم معاه، ووجهت رساله للافراد ان ما حدش يعترض على الكابتن امام، لان كان الاسلوب اللي دخل بيه كان اسلوب يعني مش عايز اقول هو اشبه بال عشان ما نخطاش في الالفاظ. توجهت على الفور للكابتن امام عاشور، بنتكلم معاه بنساله، لف وبدا وصله من السباب والشتم. مسك في الجاكيت بتاعي كده، وكان الكلام ده في القميص. رديت ايه؟ لا طبعا احنا ممنوع ان احنا نرد. الفيديو باين، الفيديو باين هو بيساله في ايه يا كابتن، يعني سؤال استفهامي، يعني انا بستوضح منه يا كابتن انت داخل بالناس دي كلها في ايه؟ فكان رد الفعل اللي انتوا شفتوه في الفيديو. وحتى ان احنا ممنوع ان احنا نرد اصلا. يعني انا الحمد لله لا اخلاقي ولا تربيتي تسمح ان انا ارد على الالفاظ دي. زقني وقعت على الارض، بدا الضرب بقى من المجموعه اللي موجوده معاه. لو سمحت ليه نزلتوا الجراج تحت؟ هو اللي نزل مش احنا اللي نزلنا. يعني هو اللي نزل. عبد الله لنا حصل ايه لما رحت للنادي الاهلي في الجلسه الاولى؟ الموقف ده مفيش اي حاجه، احنا رحنا واستقبلنا احمد بن نحاس استقبال يليق بشخصه، ومفيش اي ما اعتذر لنا عن الناس عن عدم حضورها بحجج بقى، وهي اصل التدريب اصل مش عارف ايه. ولكن يعني يعتبر خدنا الواجب بتاعنا ومشينا. انتوا كنتوا رايحين ليه اصلا؟ يعني مراته قالت ان مفيش جلسات ثانيه. احنا بدأنا وابدينا الصلح، فالطرف الثاني اعتذر، فمش معقول انا هروح له تاني بقى اقول له تعالى تصالح خلاص. طب عايزين نتكلم عن اي واقع التحرش، وقالت ان هي حتى هذه اللحظه لا يوجد اي دليل مادي يثبت ان هناك واقع تحرش، ما هو الا توهم واقوالها هي بس، اقوال زوجته بس. يعني اقوال زوجته، هو مش يعرف اقوال زوجته، يعني حتى ما فيش اي دليل، ما فيش اي شهود، ما فيش اي واقع. وبعدين انا عايز اقول حاجه، انت كنت عارف ان في واحد لا خالص كنت عارف ان في مشكله خالص. لا خالص احنا ما عرفناش ان في مشكله الا بعد المشكله اصلا. هل فعلا هي استعانت بالامن والامن خالص؟ ابدا. هل هي اتهمتك انت بالتحرش؟ حضرتك كنت لا يا فندم، هو ما كانش موجود، ملوش علاقه بالواقع خالص. على الخناق. لا المكان الخدمه اللي انا كنت راجل فيه او المسؤول عنه ده خارج تماما عن النطاق اللي موجود فيه السينما. طب هو ايه اللي انت استاذ عبد الله هو بقى دخل من البوابه اللي انا مسؤول عن نطاقها. تمام. ليه تعبت على حضرتك بالاخص يعني؟ لان انا المسؤول عن المنطقه، وانا اللي بدات ان انا اتوجه عشان هو اللي بيساله يا كابتن في ايه بس، وكأن مش من حقنا نسال الكابتن امام لما يدخل في 10 15 واحد على مول كده ويروع الدنيا، مش من حقنا نساله فيها يا كابتن. يعني ما عملتش اي رد فعل. حضرتك بتقول احنا عندنا ما ينفعش نرد وما ينفعش نتكلم، حد داخل عليا بيتهجم وبيضربني يا فندم. الموضوع كله اقل من لحظات، يعني اقل من لحظات احنا بدانا ان احنا نتكلم معاه تمام بالسلميه. بدأنا ان احنا نتكلم معاه، بدا ان هو يتوجه وضرب زق وقع الدنيا كلها، خلاص الموضوع خلص. هسأل حضرتك سؤال، هو انا ينفع النهارده ان صحت حتى واقعه التحرش لو حد عكس حد لفظي اخد حقي بدراعي؟ لا طبعا. احنا في غابه؟ احنا في قانون بس ولا في دوله قانون؟ ابلغ النجده، ابلغ الامن. اتنين في الشارع عاديين، ده واحد ده لاعب كوره. استاذ عبد الله بالظبط. هرجع مره ثانيه، لما رحت النادي الاهلي ده كان بناء على طلب من حد في الاهلي؟ ايوه طبعا انا مش هتوجه للنادي الاهلي كده واقول لهم انا جاي اتصالح. تمام. احنا لما هم عرضوا الصلح تمام، وان جنحوا للسلم فاجنح لها، احنا جنحنا لها تمام، ولكن هم خلاص تكبرهم وعنادهم والنادي الاهلي، فخلاص يعني احنا خلاص. وان جنحوا للسلم فاجنح لها، واحنا جنحنا والطرف الثاني رفض، فما حدش يلوم علينا. عايز اوضح توضيح مهم جدا، ما طلبناش تعويض وادعاء مدني طمعا في حد، ولكن انا النهارده بحقق الردع العام. لو انا ما عملتش كده مع الكابتن امام، اي حد ذو حيثيه ولا لعيب كوره ولا فنان، خلاص اضرب بقى في الناس واعمل اللي انت عايزه.
لازم يبقى في ردع عام عشان لما حد يجي يفكر يعتدي على الناس بعد كده يفكر 1000 مره قبل ما يغلط. شكرا ليكم في جميعا. النهايه بتطالب بايه يا استاذ عبد الله؟ هل كان في حد تاني مع حضرتك اثناء واقعة التعدي؟ يعني هل تعدى على احد من زملائك ولا حضرتك بس؟ لا هو الفكره ان هو اصلا هو تعدى عليا انا شخصيا، تمام، لان انا اللي بتكلم معاه. حضرتك في اقوال بعد ما تعدى فهي حتى هي لحظه الاغماء ديت هي اعتقد اللي خلتهم يعملوا ستوب للموقف عشان الموقف ما يزدادش سوءا. تمام. وبعد كده هو لما لقى الدنيا خلاص فاقت، لا الم الدنيا واخد بعضي وايه وامشي عشان الموضوع ما يكبرش. ازاي برضه ان هو ما فيش اي حوار يا كابتن نفهم فيه ايه، بس ممكن نفهم فيه ايه. طب يا كابتن ما ينفعش حضرتك لاعب كبير، تمام، لف ودار وبدا يشتم وانا مراتي اتعكست، يا بدا الالفاظ وزقني وقعت على الارض وانتهى. في النهايه بتطالب بايه يا استاذ عبد الله؟ نطالب بتوقيع اقصى عقوبه، وباقي الحاجات يعني باقي الاشياء القانونيه والطلبات القانونيه دي مكانها في قلب القاعه جوه في الجلسه ان شاء الله. شكرا ليك. شكرا ليك. يوم الواقعة زوجته لا خالص ولا قبل ولا بعد. كونك يعني موجود على بوابه، ما حدش قال لك ان في مشكله حصلت جوه خالص يا فندم لو في اي مشكله حصلت في اي مكان في المول، تمام، جميع افراد الامن بيكون على علم يا جماعه عشان نقفل القصه دي خالص بعد اذنك استاذ عبد الله، عشان نقفل القصه دي تماما. قضيه امام قد كده اهو، النيابه العامه مشكوره فضلت تحقق في القضيه كتير قوي علشان تدور على واقع التحرش. مفيش اي حاجه تثبت ان في واقع تحرش، مفيش حد اتبلغ بواقع التحرش عشان نقفل القصه دي. علشان بعض الناس في التعليقات بتقول لك واحد مراته اتعكست، عايزينه يعمل ايه؟ مفيش يا جماعه واقع تحرش. وقائع زي دي كتير، وفي كذا واقع كلكم شفتوا فرح مروان عطيه، تمام، زميله امام دفع واحد وضربه متخيل ان مراته بتتعاكس، في النهايه طلع ده زميل مروان عطيه وطلع ان مفيش واقع وطلع ان مفيش اي حاجه. فدي توهم، انت بتخاف على مراتك فوق دماغنا يعني بتغير عليها فوق دماغنا، بس مش بالشكل ده. يا اما تطلعهاش بره البيت بقى يا استاذ علي. هي دي هتقول ان تم التحرش بيها وهي لما يعني والله دي ترجع لها يساليها فيها هي. انا ممكن في واحد ممكن يكون بيتوهم حاجه، واحد متخيل ان الدنيا كلها بتبص عليه. المفروض بقى كريستيانو رونالدو يمشي بسلاح ورا جورجينا بقى. يا جماعه صباح الفل. لما حضرتك توجهت للنادي الاهلي، ايه كان رد فعل النادي الاهلي؟ يا ابني انزل ايه ده يا جدعان؟ قالوا لك ايه؟ يعني ايه اللي هم قالوا لك بيه؟ ما انا رديت النقطه ديت من شويه. هو دلوقتي هو اعتذر، احمد بن نحاس اعتذر عن عدم حضور كابتن امام وكابتن خالد بيبو ومحمد بيه عثمان، واعتذر عنهم عن عدم حضورهم وتم انهاء اللقاء. في اي نيه للصلح؟ طلبوا ان هم في صلح تاني. جلسه النهارده يعني ما فيش اي نيه للصلح. ما فيش اي نيه للصلح زي ما قلنا في البدايه وزي ما استاذ علي فايز وضح. احنا كان عندنا النيه في البدايه خالص، تمام، وجنحنا للسلم وجنحنا ورحنا وقعدنا، تمام، وكنا خلاص الموضوع كان خلص، يعني كان بعدها بيومين الجلسه هتبدا بس. شكرا لكم جميعا، الموضوع خلص وكنا انتهينا. شكرا ليك.